اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. عايز اقول لكم النهارده ان اول ما تفتح اليوتيوب دور على مزمز عشان تشوف كل جديد وغريب. ام زد هيجي لك هنا مزمز مزايا. تابع القناه بتاعتنا هتلاقي كل جديد وغريب، وما تنساش تعمل متابعه للقناه عشان يجي لك الفيديوهات اول باول. وزي ما جبنا لكم الفلاشه الاتنين تيرا، وجبنا لكم اصغر موبايل في العالم نوكيا، وجبنا لكم كمان هاتف الصحراء الشبكة بتاعته قوية جدا، وجبنا لكم كمان أصغر صب تعمل عليه فرح صوته قوي جدا بلوتوث تاخده معاك في الرحلات. النهاردة جايين عشان نوريكم البروجيكتور الجميل ده. ميني بروجيكتور حجمه صغير جدا، معاه ريموت كنترول تقدر تتحكم فيه عن بعد، وكمان توصل بيه موبايلك. وهنفتحه دلوقتي ونشوفه عبارة عن ايه ونشوف كل الإمكانيات اللي فيه. خليكم معانا. رجعنا لكم مرة تانية متابعينا. هنفتح دلوقتي ميني بروجيكتور وهنشوف إمكانياته ايه وهو عبارة عن ايه. دلوقتي انت مثلا مسافر رايح رحلة، طالع مأمورية في مكان، شغال مثلا فترة تالتة أو وردية بالليل، عايز حاجة تسليك في مثلا أجازة، أو حتى لو أنت بتذاكر ممكن تجيب حاجة زي كده تعرض عليها المذاكرة بتاعتك. طبعا دي الوصلات بتاعته مع الأدابتور، وبيكون معاه كمان الوصلة اللي ممكن نوصلها بالريسيفر أو أي حاجة فيها مدخل صوت وصورة. وده الكتالوج، وده نفسه البروجيكتور الميني. حجمه صغير جدا زي ما قلنا ان انت مناسب تاخده معاك في الرحلات او السفاري. في مدخل هنا نوضحه في الكاميرا، في مدخل فلاشة او يو اس بي، وفي مدخل كارت ميموري. في هنا مدخل الاو يو اكس، هنقربها كده تمام، اللي هو مدخل الصوت والصورة اللي هو بيبقى بتاع الجاك ده. تمام. وفي مدخل هنا كمان السماعات لو انت عايز تشغله على صب خارجي، وده الادابتور. هنشغله دلوقتي مع بعضينا وهنشوفوا الإضاءة بتاعته عاملة ازاي والصورة بتاعته عاملة ازاي. تقدر تعرضه على أي حيطة عندك، مش لازم تجيب له شاشة مخصصة ليه عشان خاطر تعرضه. كمان انت ممكن ترفعه كده وتشغله في السقف مثلا وتنام، وتبقى الصورة ظاهرة عندك في السقف الأوضة. بيكبر لك الشاشة لحد 48 بوصة. تقدر تصغر وتكبر براحتك عن طريق العدسة ديت. تمام. هنشغله دلوقتي مع بعضينا وهنشوفوا إمكانياته عاملة ازاي. رجعنا لكم مرة تانية يا متابعينا. احنا دلوقتي محتاجين طبعا نقلل الإضاءة شوية عشان خاطر نعرف نشوف صورة البروجيكتور. وده وصلناه بالكهرباء، ده الأدابتور. طبعا المكان بتاعه هنا مكتوب عليه 9 فولت ان، مدخل 9 فولت. بنبدأ نوصله بالطريقة دي كده. وهنا في زرار الباور، بندوس على زرار الباور 3 ثواني هتلاقي الصورة جت دلوقتي بدأ يشتغل اهو ظاهر عندنا. تمام. ده كده في الإضاءة العادية بتاعة الأوضة. انا هحاول يعني اضلم الاوضه شويه عشان خاطر الاضاءه بتبقى كويسه. طبعا انا جربته بالليل كانت الاضاءه كويسه جدا. سوري، يعني مفيش اضاءه خالص فكانت الصوره بتاعته واضحه جدا. ودلوقتي في النهار اهو برضه يعتبر شبه واضحه. طبعا احنا ممكن نجيب له حامل هنا متركب على حامل عادي جدا. تمام. انت مثلا لو بتذاكر او عندك ملزمه عايز تراجعها او محاضره عايز تراجعها، انت ممكن تشغل حاجه زي كده وتسيبها قدامك على المكتب، تبقى الصورة واضحة جدا قدامك. وهطفي النور دلوقتي عشان خاطر برضو تشوف الإضاءة كويس وتشوف الصورة أوضح. زي ما انتوا شايفين الإضاءة كويسة جدا والصورة بتاعته واضحة قوي. وكل ما أنا أرجع كده بالبروجيكتور تلاقي الصورة عندك بتكبر لحد 48 بوصة. تمام. الإضاءة هتحس إن هي بهتت شوية أو الريزوليوشن قل. في عدسة هنا في الجنب، العدسة دي بقدر أتحكم في الريزوليوشن شوية لحد ما تبقى واضحة كده كويس، وهو مثبت على كده. طب أنا هتحرك تاني وأرجع ورا أكتر، هتبقى الإضاءة أو الصورة هتبقى باهتة شوية. أبدأ أنا ألعب في ريزوليوشن شوية لحد ما تبقى واضحة كده وأثبت على كده. تمام. أنا طبعا عايزة أخليه قريب كده من الحيطة، برضو برجع بالعدسة لحد ما تبقى أوضح حاجة عندي. تمام. دلوقتي طبعا هو في مدخل يو اس بي بركب فيه فلاشة، وفي مدخل كمان. أحاول أرفع لكم كده الموبايل شوية. زي ما قلت لكم في مدخل فلاشة وفي مدخل كارت ميموري. وممكن كمان أوصل الموبايل بتاعي على طول بالجهاز وأعرض الحاجة اللي على الموبايل عندي على طول. كده انا هوصل الفلاشة في المكان المناسب بتاعها. تمام. وطبعا باستخدام
الريموت في دي الحته دي كده بتتشال، دي الفاصل بتاع البطاريه، كده الريموت هيبدا يشتغل معايا. وللعلم برضو الوصله او المستقبل او الاستشعار بتاع الريموت بيبقى من ورا مش من قدام في الجزء ده كده. فانا بوجه الريموت كده وببدا اتحرك، وزي ما انت واخد بالك هنا كده قدامي على الحيطه بيتنقل ما بين حاجه وحاجه تانية. طبعا عشان خاطر انا مقربه من الحيطه، فانت شايف ان الصوره صغيره، يعني بص الصوره دلوقتي كده قد ايه، قد شبر تقريبا. انا كل ما برجع لورا الصوره بتكبر عندي، وهوريكم دلوقتي وانا مثلا مسلطه على السقف بتبقى الصوره عامله ازاي، بحيث انت ممكن تنام وتحطه وتثبته جنبك وتتفرج على اي فيلم انت عايزه يبقى ظاهر قدامك في السقف. دلوقتي مثلا انا هاجي هنا كده على موف، واقوم دايس، هو بيبحث في الفلاشه ويشوف كل الموفز اللي موجوده في الفلاشه، وهبدا اشغل اي مقطع فيديو. بس انا مش هشغل مقطع كبير عشان خاطر طبعا الصلاحيه ان انا اعرض حاجه على اليوتيوب، طبعا ماليش حقوق نشر في حاجه زي كده، فهشغل مقطع صغير واقفل على طول. زي ما انت شايف كده الصوره بتاعته اهي واضحه جدا. وعلى فكره انا برضو عندي هنا في الاوضه اللي انا بصور فيها زي شباك، هحاول برضو اضلم الاضاءه اكتر عشان خاطر تبقى واضحه عندكم الصوره، وارجع لكم تاني. رجعت لكم مره تانية كده، ضلمت الاوضه اللي انا بصور فيها تماما، خليتها عتمه خالص. فزي ما انتم شايفين كده الاضاءه كويسه جدا، كده اوضح بالريزولوشن الكاميرا اللي انا بصور بيها. الاضاءه طبعا تعتبر تحفه. وبالريموت هقدر اختار الفيديو اللي انا عايز اتفرج عليه بالطريقه دي كده. في فيديوهات طبعا كتيره وادي الاسامي بتاعتها. مثلا لو دخلنا على الكرتون ده كده، انت طبعا بيبقى كويس جدا برضو للاطفال، واحد شغال في الامن فلازم يقعد يتابع الكاميرات بدل ما يبقى قاعد زهقان، فممكن حاجه صغيره زي دي كده معاه يقعد يتفرج عليها او يشغل عليها اي حاجه. طبعا الاضاءه جميله جدا. هنخرج كده مثلا، في عندك هنا ممكن تتصفح صور، ممكن تشوف كتب، ممكن تسمع ميوزك على حسب ما انت عايز. دي كده مثلا الصور، اقدر اعرض اي صور مثلا انا عايزها كده. مثلا في حاجة زي كده، مثلا في صور شغل مثلا انت حابب تعرضها او اي حاجة زي كده. دي كل الامكانيات اللي فيه، وده كده التصوير في اضاءة الاوضة العادية برضو الى حد ما كويسة. من نفس الريموت تقدر تعلي او توطي، تقدر تخرج او تدخل في الملفات اللي انت عايزها باستخدام الريموت. فيه كذا حاجة، ممكن توقف، ممكن تجيب الحاجة اللي بعديها اللي قبليها او تقفل الصوت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للقناة عشان تشوف كل جديد، واكتب لنا في الكومنتات محتاج تشوف ايه تاني. وشكرا.